هل سمعت عن مدينة كاملة محفورة جوه الجبل؟ مش مبنية لأ، متحفرة بدقة وبزخرفة من آلاف السنين. مدينة محدش عارف لحد النهاردة ازاي اتعملت. اسمها البتراء، بس البعض بيسميها مدينة الجن. في قلب صحراء الأردن، البتراء بتقف شامخة، جدرانها منقوشة على الجبال ومعابدها منحوتة من الصخور، بإن اللي بناها مش بشر. مفيش أدوات، مفيش خرسانة، مفيش تفسير، بس في حضارة اختفت فجأة وكأنها ما كانتش هنا أصلا. العلماء اكتشفوا إن تصميم البتراء مرتبط بحركات النجوم، وفي أنفاق تحت الأرض لحد النهاردة محدش قدر يستكشفها بالكامل. في طاقة غريبة هناك، أجهزة القياس بتتجنن، وفي ناس بتحلف إنها شافت ظلال ماشية جوه المكان. بعض البدو بيقولوا إن البتراء ملعونة، اللي يفضل فيها بالليل بيختفي. في قصة عن راجل دخل البتراء لوحده وطلع منها بيكلم نفسه، وقال إن سمع أصوات بتناديه من الجدران، وإن في حراس مش ظاهرين لكنهم بيراقبوا. مين اللي بنى البتراء؟ وليه اختفوا فجأة؟ وليه محدش يقدر يشرح ازاي قدروا ينحتوا كل ده في الجبل بإتقان؟ هل كانت فعلا مدينة بشر ولا مركز تواصل مع حضارات من عالم تاني؟ لو عجبتك القصة ادعمنا بإعجاب ومتابعة أو اشتراك.